السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد مع محمود النجدي. النهاردة حلقة جميلة ومتميزة. ليه؟ لأن جالي سؤال من بعض المتابعين: إيه أفضل العطور الجالبة للإطراءات بالنسبة لك؟ طبعا لما قريت السؤال ده حسيت إن هو صعب جدا. ليه؟ لأن أنا معظم العطور اللي أنا كنت بجيبها أو أمتلكها في مجموعة العطرية كنت بجيبها وأنا مقتنع بيها جدا، ولأن أنا حاسس إن هي فعلا ريحتها جميلة. وفعلا لما كنت اجيبها كان بيجي لي منها اطراءات وكنت بحاول اشتريها تاني مره واتنين. ولكن بعد ما فتحت القناه بقيت اجيب عطور لمجرد ان انا اراجعها واشم ريحتها، فلقيت ان في بعض العطور كانت تقيله بالنسبه لي وما جابتليش الاطراءات زي ما كان موجود. ولكن المجموعه العطريه بتاعتي اللي بيجيب لي اطراءات هي كبيره جدا، فعشان اعرف اختار منها بعض العطور او يعني عدد معين من العطور اللي بتجيب لي اطراءات وتكون حلقه مش كبيره ومميزه، تقريبا كانوا 10 او 12 عطر. فدلوقتي هنبتدي فيها، وقبل ما نبدا زي ما اتفقنا قبل كده نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب منك يوم القيامه. اكيد ده هيخلي مزاجنا حلو طول الحلقه. وما تنسوش تعملوا لايك، فده بيدعمنا وبيخلي المحتوى بتاعنا ينتشر اكتر من كده، وتشتركوا في القناه وتتفرجوا على الفيديوهات بتاعتنا القديمه. تعالوا بينا نبدا. اول عطر معانا من العطور الجالبه للاطراءات هو عطر الموج الازرق من عبد الصمد القرشي. العطر ده من اجمل العطور اللي امتلكتها في حياتي. فعلا انا مفيش عطر تقريبا امتلكته في حياتي بجمال هذا العطر، وعشان كده حطيته في اول المجموعه. ومن مكاني ده بدعو اي حد يعرف يشتري العطر ده، انا هكون شاكر جدا، لان انا فعلا عمال ادور عليه ومش عارف اجيبه. والاصدار ده كان اصدار خاص بنادي الهلال السعودي، كان شركه عبد الصمد القرشي هي اللي عاملاه عشان خاطر نادي الهلال. والعطر ده فعلا مميز للغايه، مفيش مره حطيت فيها العطر ده لما جاب لي اطراءات في اي مكان انا كنت فيه، سواء كنت في الشغل او سواء كنت في مكان في مقابله مثلا رسميه، او حتى كنت في البيت وبقابل حد من قرايبي اللي لما قال لي فيه فعلا كلام جميل جدا. حتى الاطفال قالوا لي فيه كلام حلو، وحتى الجنس الناعم قال لي فيه كلام حلو. ففعلا العطر ده جميل جدا ومميز. مقدمه العطر ده جميله جدا ومميزه، لانك انت صعب تلاقي نوته من نوتات اي عطر فيها زعتر. مقدمه العطر ده فيها زعتر وفيها برجموت وفيها حاجه اسمها جواشير وفيها جلد وفيها مسك. فعلا عطر مميز جدا لابعد الحدود، واكيد هيجيب لك اطراءات. يا ريت اللي يعرف يجيبه ويستخدمه، واكيد هيتمتع بيه، وان شاء الله نعرف نجيبه ونعمل له مراجعه في اقرب فرصه ممكنه. تاني عطر معانا هو عطر امبريال فالي من دار قصه. العطر ده جميل جدا لابعد الحدود، ومفيش مره برضه حطيت فيها العطر ده الا لما جالي فيها اطراءات. كنت عامل العطر ده فيديو على القناه وسميه عطر الاغنياء. انا فعلا لما بحط العطر ده بحس ان انا بقيت غني، بحس ان انا حواليا خدم وحشم، وبحس ان انا حاسس بريحه نظافه غير طبيعيه. العطر ده فعلا جميل ومميز، ومن نوتاته الدفانه والعنبر الابيض. وقلما ما تلاقي عنبر ابيض في بعض العطور، فكان في دفان وعنبر ابيض ومسك وليدر. فالعطر ده لازم تجربه ولازم تتفرج على الفيديو بتاعه. تالت عطر معانا هو عطر ديوان من العربيه للعود. انا ما اعرفش ليه لحد دلوقتي ما عملتش للعطر ده فيديو مفصل لوحده. انا مفيش مره حطيت فيها العطر ده الا لما جالي منه اطراءات. والغريب ان هو بينفع في الصيف وفي الشتاء. ممكن يكون في الشتاء احسن وفي الاجواء البارده افضل، ولكن برضه في الصيف جالي منه اطراءات. ونوتاته مميزه جدا، فيها بنفسج وفيها نوتات مائيه وفيها هيل وتوابل وقرفه وفانيليا. وتحس ان كده هو ريحه حلوه من الاوراق الخضراء لما تقع كده على تربه مائيه مبلله. فعلا تحس ان هو ريحه مميزه جدا لابعد الحدود. ان شاء الله لازم نعمل عن العطر ده فيديو مفصل لوحده. رابع عطر معانا هو عطر شهرة من الرصاصي. العطر ده جميل جدا جدا لأبعد الحدود ومميز. فعلا العطر ده أنا يعني ملحقتش أعمل عنه فيديو، لأن هو ما ينفعش غير في الأجواء الباردة. هو عطر شتوي بامتياز، هو عطر أروماتيك بيحتوي على طحلب البلوط. وطحلب البلوط ده على فكرة بالمناسبة ما في عطر محطوط فيه طحلب البلوط إلا لما لازم يجي لي منه إطراءات. وده نفس على فكرة النوتات اللي موجودة في عطر سراي، وده هيكون معانا في المجموعة بتاعتنا النهاردة. فالعطر ده جالي منه اطراءات كتيره جدا، ولازم ان شاء الله نعمل عنه برضه فيديو في القناه بتاعتنا. خامس عطر معانا هو عطر كلاب دي نوي انتنس من ارماف. العطر ده فعلا يا جماعه من اجمل العطور اللي استخدمتها في حياتي، برغم ان سعره مش اعلى ما يكون. العطر ده فعلا بيحاكي بنسبه كبيره جدا جدا لعطر كريد افنتوس من كريد، وعطر نيشانيه هاشيفات من نيشانيه. العطر ده انا لما استخدمته بس لما بتحطه كده اول 10 دقائق او 15 دقيقه بتحس ان ريحه صناعيه قويه، ولكن بعد كده الريحه بتبقى فواحه لابعد الحدود ومميزه. ده فيه اناناس مدخن وكشمش اسود وتفاح.
النوتات بتاعته فيها كلها منعشه وجميله، هو فعلا فواح لابعد الحدود. العطر ده معايا من اقدم العطور اللي عندي، ومع ذلك لسه ما عملتهاش فيديو مفصل، بس لازم اعمل لها فيديو مفصل وخصوصا في الصيف، لان ده هيبقى ممتع جدا في الصيف ومنعش لابعد الحدود، وده من العطور اللي بيجيب اطراءات زي ما انت عايز. سادس عطر معانا هو عطر بلاك ستار من عبد الصمد القرشي. طبعا انا مش عشان خاطر حطيته السادس ان الخامس احسن منه او السابع هيكون اوحش منه، لا، انا كل العطور اللي انا بقولها لكم في المجموعه دي كلها جابت لي اطراءات، ولكن العطر ده مميز بزياده. العطر ده انتاج 2009 من عبد الصمد القرشي. مش عايز اقول لكم ان مفيش واحده بتشم هذا العطر الا لما لازم تقول فيه كلام حلو. كل اللي شم هذا العطر لازم يقول عليه كلام حلو. العطر ده جميل ومميز لابعد الحدود، كل نوتاته غريبه ومميزه وتقريبا ما شفتهاش قبل كده. مقدمه العطر ده فيها كشمش اسود وكمثرى ومانجا. قلب العطر ده فيها كركديه وياسمين ولوتس، وانا قلما ملاقي النوتات دي موجوده في اي عطر من العطور اللي عندي. قاعده العطر ده فيها شوكولاته وخشب الصندل وفانيليا. اكيد مفيش اجمل من النوتات الجميله اللي انا قلتها للعطر ده. حقيقي العطر ده لازم اعمل له فيديو مفصل لوحده، لان فعلا العطر ده مميز لابعد الحدود، وانا تقريبا كنت حطيته في العطور اللي ممكن نستقبل بيها شهر رمضان او من العطور اللي احنا نستخدمها طول العام. فحقيقي العطر ده يستحق ان هو يتحط في اي مجموعه من المجموعات العطريه المتميزه. سابع عطر معايا هو عطر سراي من قطرات المسك. اكيد انتوا سمعتوا عن العطر ده قبل كده في القناه، لان العطر ده فعلا بالنسبه لي يعتبر عطر حلال المشاكل. ياما العطر ده خلاني اخرج من مشاكل كبيره جدا، وياما سمعت منه اطراءات، وفعلا العطر ده وشه حلو عليا. العطر ده فيه ليذر وتونكا وتحلب البلوط، وزي ما قلنا تحلب البلوط ده من الحاجات المميزه اللي موجوده في اي عطر. تامن عطر معانا جالب الاطراءات هو عطر الفريد من العربيه للعود. العطر ده انتوا عارفين قد ايه انا بحبه، وفعلا ده من اجمل الروائح اللي انا شميتها لاي عطر. يعني كريحه هو ريحه جميله جدا، وبرده جاذب للاطراءات. العطر ده فعلا مميز، وعامل له برده فيديو على القناه. العطر ده فيه الفلفل الوردي وفيه الجيرانيوم وفيه البنفسج وفيه فانيليا وفيه عود وفيه حاجات كتيره جدا. العطر ده مميز جدا لابعد الحدود، وفعلا من العطور الجميله اللي فعلا بتدعو الى السعاده. انا العطر ده فعلا لما بحطه بحس ان انا فرحان وسعيد. فالعطر ده من العطور الجميله جدا الجالبه للاطراءات. تاسع عطر معانا هو عطر العود الازرق من عربيه للعود. طبعا العطر ده احنا لسه عاملين له فيديو على القناه، وهو فعلا من انقى العطور اللي استخدمتها في حياتي، وفعلا نوتاته نقيه جدا، فيها العود الهندي وفيها الزعفران وفيها خلاصه دهن العود. فعلا العطر ده مميز جدا وفعلا مبدع لابعد الحدود. العطر ده حاسس ان هم فعلا عملوه بفن، يعني لما صنعوا العطر ده كان فعلا اللي بيصنع العطر ده كان مزاجه حلو، وكان بيفكر في كل حاجه جميله يطلع فيها عبوه جميله بهذا الرقي من الجمال ومن الرائحه الجميله. عاشر عطر معانا هو عطر خلطة القرشي من عبد الصمد القرشي. طبعا العطر ده جميل ومميز، وانا ما اتكلمتش عن الدهن بتاع خلطة القرشي. فعلا العطر ده جميل، حتى في فتحة العلبة بتاعته بتحس انك انت فعلا يعني سعيد. يعني العطر ده شكله جميل جدا، حتى العبوه بتاعت العطر اول ما فتحتها والله ريحه العطر ظهرت. يعني انا كنت قافلها، مجرد ما فتحتها شميت ريحه الورد الملكي وريحه الياسمين وريحه الهيل. لا، العطر ده جميل جدا لابعد الحدود. العطر ده يعني لما بتستخدمه صح فعلا بيجيب لك اطراءات جميله جدا. هو طبعا عطر شرقي لابعد الحدود، واستخدم للرجال وينفع يستخدم للنساء بالمناسبه، ولكن هو فعلا جالب جدا للاطراءات، وفعلا عطر مميز وتحس ان ليه شخصيه مميزه. يعني فعلا من العطور اللي عندك اللي تحس ان هو ليه شخصيه كده لوحده، مميز ومختلف، ومفيش كتير من العطور اللي تشبه هذا العطر. العطر ال11 معانا عطر نبراس من لطافه برايد. طبعا العطر ده من اجمل عطور لطافه برايد، وانا ان شاء الله ناوي ان انا اعمل حلقه عن عطور لطافه برايد، بس العطر ده من اكتر العطور المميزه. العطر ده انا كنت حاطه وقابلت واحد صاحبي من اصحاب الانوف الرشيقه في العطور. اول ما حطيته يعني رحت قابلت الراجل ده، يعني هو عرف العطر فيه ايه. يعني قال لي العطر ده عطر سكري حلو فيه فانيليا. طبعا العطر ده فعلا جميل قوي الحدود. انا حابب اشمه. انا ما كنتش عايز ان انا اشم اي عطر من العطور اللي معانا دي عشان ما اضيعش الوقت، ولكن العطر ده كله نتاته جميله. يعني مقدمه العطر ده فيها توت احمر ويوسفي. طبعا اهو يعني توت احمر ويوسفي دي حاجه كده بتخلي العطر ينتشر. شوف بقى قلب العطر فيه فانيليا وكاكاو وورد. قاعده العطر بقى فيها ايه؟ فيها سكر وفيها تونكا وفيها عنبر. يعني العطر ده جميل لابعد الحدود، حلو لابعد الحدود. انا لما بحط العطر ده بحس ان انا عارف اللي شارب سوبيا او ريحه السوبيا، تحس ان هي طعم السوبيا كده وريحتها جميله ومسكره. العطر ده كده فعلا بالظبط. يعني العطر ده فعلا جميل لابعد الحدود، ومفيش حد هيشم منك العطر ده الا لما هيقول لك كلام جميل وهتسمع منه اطراءات. لازم تسمع منه اطراءات. طبعا العطر ال12 معانا هو عطر ديور انتنس، ولكن عشان انا ما عنديش العطر دلوقتي في عطر بديل او مشابه ليه اسمه عطر اللوجن انتنس. طبعا ما ينفعش نجيب عطور جايبه الاطراءات
وما نحطش فيها عطر ديور اوم انتنس. العطر ده مشابه بنسبه 90 او اكتر من 90% من عطر ديور اوم انتنس اللي مشهور بالخزامه ونوتة السوسن. العطر ده فعلا جميل لابعد الحدود. هو من شركه تقريبا بريف، شركه اماراتيه، ولكن بتحاكي العطور بنسبه كبيره جدا. انا جايبه مش عشان خاطر هو ديور اوم انتنس، لا، انا حاطط عشان ديور اوم انتنس ده من العطور الجالبه للاطراءات، وما ينفعش اي مجموعه عطريه فيها حاجه جالبه للاطراءات ما تحطش فيها عطر ديور اوم انتنس. طبعا انا بعد ما قلت العطور بتاعتنا كلها يمكن اعرف يعني هم 12 عطر، ولكن انا اللي اقدر اجمعه واقول ان اكتر 3 عطور من ال 12 فعلا جالبه للاطراءات وما ينفعش انساهم في اي مجموعه عطريه، وما ينفعش ان انا ما اقولهمش في اي مجموعه. طبعا اكيد عطر سراي، والعود الازرق من العربيه للعود، واخر واحد عطر بلاك ستار من عبد الصمد القرشي. دول اكتر 3 عطور فعلا بالنسبه لي جالبه للاطراءات، اللي فعلا مفيش مره ما سمعتش حد بيشم العطر ده وما قالش فيهم اطراءات. طبعا انا كده خلصت كل كلامي على العطور الجالبه للاطراءات، ومعلش طولت عليكم شويه، ولكن انا كنت حابب اقول لكم نبذه بسيطه عن كل عطر. فاتمنى انكم انتوا تدعموا الفيديو ده بلايك وتشتركوا في القناه، وما ننساش برضو نختم الحلقه بتاعتنا ونقول اللهم صل على محمد وانزله بالمقعد المقرب منك يوم القيامه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.